عنوان لغة أطفال الشوارع. تطرقنا لمفهوم الحدث، طفل الشارع، التنشئة الاجتماعية. كما تعرفنا على بعض عوامل خروج الطفل إلى الشارع، التي منها الظروف الاجتماعية والمعيشية والحياة الاجتماعية تاعو. لقينا شي بعض الحلول ولقيناهم على التلاميذ اللي حاضرين معنا اليوم. لقاو علينا التلميذات اللي لقاو علينا هذا العرض، لقاو علينا شي حلول باش نتفهموا هذا الموضوع تاع والوضع تاع اطفال الشوارع. وشكرا. اسميه بنتي السميه؟ مريم ابو الفاس. تشكر الاستاذ هرواش اللي طرقنا هذا العرض هذا بعنوان الدراسه التحليليه للغه اطفال الشوارع. استفدنا بزاف واستفدوا معنا التلاميذ، وتشكر التلميذات اللي قدموا لنا هذا العرض هذا. وطرقنا هذا العرض، تعرفنا على عوامل خروج الطفل المغربي الى الشارع. هناك اسباب كثيره من التنشئه الاجتماعيه غير سليمه، ثم ظروف السكن القاسيه. وتطرقنا الى مقارنه بعض اطفال الشوارع بين مدينه مراكش والدار البيضاء. واخيرا تعرفنا على بعض الحلول المقترحه للحد من هذه الظاهره. وتشكر الاستاذ والتلميذتين اللي قدموا لنا هذا العرض. تشكر المدير المؤسسه السي احمد بولباز، وشكرا. محمد البطاح. كنشكر الاستاذ عزيز هرواش وسيد مدير المؤسسه والتلميذه نهيله اللي عاونتني على هذا العرض هذا. والفكره كانت من الاستاذ، هو اللي عطانا الفكره، ومن بعد حنا عطانا الموضوع وشدناه، ومن بعد درنا الموضوع باش نحلوا اطفال الشوارع، اسباب اللي خلاتهم يمرقوا للشارع، والاسباب ديال اللي من بينها التنشئه الاجتماعيه الغير سليمه، واسباب اقتصاديه منها السكن غير لائق والى غير ذلك. اشكر الجميع. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول الفكره ديال دراسه تحليل لغه اطفال الشوارع هي هو موضوع الساعه الان، لانه كباقي المواضيع الاخرى لانه ظاهره اجتماعيه، وهذه الظاهره الاجتماعيه هي غندرسوها ان شاء الله في المنهاج ماده اللغه العربيه وباقي المواد الاخرى، وكتدخل ضمن المنهاج المجال الاقتصادي الاجتماعي. وطفل الشارع ما هو الا ضمن المجتمع اللي خصنا نعرفوه وناخذوه بيده. واصبحت مجموعه من الجمعيات وكذلك المنظمات العالميه تهتم بحقوق الطفل. هذا الطفل الشارع كما قلنا هو جزء منا، هناك عوامل خارجه عن الاراده ديالو جعلته يخرج الى الشارع. طرقت لهذا العرض انا من شتى المجالات، من بينها هناك مفهوم الحداث، مفهوم الطفل الشارع، مفهوم التنشئه الاجتماعيه، العوامل التي جعلت الطفل يخرج الى الشارع. هناك عوامل سوسيو ثقافيه سوسيولوجيه، وكذلك هناك عوامل سيكولوجيه اللي خلت هذا الطفل يخرج الى الشارع. كذلك هناك الصراعات اللي كتكون داخل البيت او الاسره، مثل التفكك الاسري، مثل الطلاق بين الابوين. الطفل ما كيعيش واحد الارتياح داخل المنزل ديالو، كيفكر في الشارع. ثم هناك في الشارع بالضبط كذلك هناك اصدقاء لا يرحمون، اصدقاء السوء يستغلون هؤلاء الاطفال، فيجدون فيهم المتعه واللذه من اجل الذهاب بهم الى اشياء لا يحبها الله وكذلك لا البشر، مثل اقتناء المخدرات، مثل كذلك بيع بعض الاشياء كما كنقولوا بالدارجه قرقوبي وما الى ذلك. هناك كذلك اخذنا بعض المقارنه بعض اطفال الشوارع بين مدينتي مراكش والبيضاء من اجل معرفه هل الاسباب منسجمه فيما بين ام ان هناك اختلاف. بالمقارنه بالفعل وجدنا ان الاسباب تنسجم فيما بينها. وفي الاخير اعطينا بعض الحلول المقترحه لحد من ظاهره اطفال الشوارع. وكنشكركم وكنشكر كذلك التلاميذ، وكنتمنى من الله يكونوا استمتعوا بهذا العرض وياخذوا عليه فكره من اجل الافاده والاستفاده. وشكرا. عزيز الرواش. السلام عليكم. اولا كنرحب بالتلاميذ
التلاميذ الحاضرين معنا في هذه الندوة. قدمنا هذا العرض أنا والتلميذة حفصة الغويتي من طرف الأستاذ عزيز هرواش اللي واكبنا في طيلة هذا العرض بتوجيهاته ونصائح المفيدة. أود أن أشكر السيد المدير على حضوره لمواكبتنا هذه الندوة. تطرقنا إلى عديد من النقاط الجيدة في هذا العرض. أولا مفاهيم عوامل خروج الطفل المغربي إلى الشارع، مقارنة لبعض للأطفال الشارع في مدينة مراكش والدار البيضاء، وأخيرا تطرقنا إلى الحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة. أتمنى أن هذا العرض قد نال إعجابكم وشكرا.